أول تصريح لدنيا باطمة وشقيقتها ابتسام على مشاركتهم في فيلم البوز رفقة نجوم الدراما التركية كمال ووليد كوزان. أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط علامة إعجاب بالفيديو. تخوض الفنانة المغربية دنيا باطمة رفقة شقيقتها عارضة الأزياء ابتسام باطمة أول تجربة لهما في عالم السينما من خلال شريط سينمائي طويل يحمل عنوان البوز. ونشرت دنيا باطمة صورة تجمعها بشقيقتها ونجوم الدراما التركية المعروفين في المغرب بلقب كمال ووليد كوزان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، معلقة عليها: يسرني أن أعلن لجمهوري الحبيب على مشاركتي بدور بطولة بالفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل عنوان البوز، والذي سيرى النور قريبا إلى جانب نجوم الشاشة المغربية والتركية. وسعيدة كذلك أن أختي لها دور مهم إلى جانبي بهذا العمل المميز، انتظرونا قريبا. وأعلنت شقيقتها ابتسام مشاركتها بالفيلم السينمائي الجديد البوز، حيث شاركت الصورة ذاتها مع جمهورها على انستغرام وأرفقتها بتعليق: لي شرف أن أحظى بدور مهم بفيلم البوز، وجد سعيدة بمشاركتي في هذه التجربة مع أهم الممثلين المغاربة والأتراك. وشارك مراد العشابي لقطات من كواليس العمل الذي سيجمعه بالنجمين التركيين كمال ووليد كوزان، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابه بتطبيق انستغرام. وتطل الفنانة المغربية دنيا باطمة كبطلة فيلم البوز من خلال تجسيد دور شابة ابنة حي شعبي تصبح نجمة مشهورة بفضل صوتها الجميل وموهبتها في الغناء، متخطية كل الأزمات والمشاكل التي عاشتها، وتعيش قصة حب في قالب اجتماعي يحمل بين طياته رسائل إنسانية.